يدعى ممكن اسمه؟ رائد محمد بلوي. ما شاء الله تبارك الله. سألناه لماذا يعني يمسح السيارات وكانت إجابته تفضل. أنا أشتغل أي شيء، الشغل مو عيب، أنا أشتغل عندي كذا شغله مو شغلة واحدة، أي شيء أشتغله، سواء مسح سيارات، أغسل سيارات، أبيع وأشتري، أطلع هنا ولا هنا، أنا أشتغل أي شيء، مو إنه شيء مخصوص مثلا إنه بس أمسح السيارات، عندي أكثر من شغله والحمد لله الله رازقني يعني. الحمد لله. الحمد لله. طيب ممكن نعرف يعني مؤهلاتك ايش هي؟ دراستك؟ مؤهلات أنا دحين أدرس في الجامعة مايكروبيولوجي. ما شاء الله، فهمت منك انه ما شاء الله تقديرك امتياز. تقدير امتياز ومتخرج من مركز رعاية الموهوبين اللي في المدينة المنورة. ما شاء الله تبارك الله. وفهمتني انه هذه سيارتك، عندك سيارة؟ ايوه عندي الانترا 2012 وفي سيارة ثانية عندي موقفة عند البيت. ما شاء الله. طيب وبالنسبة لأهلك يعني لما يعرف انك تشتغل كده في المحطة ما في إحراج ما في كده؟ أنا عندي ما في أي إحراج وأنا إنسان صريح، يعني أنا مو مثلا أفكر إنه لو أقول ذا الشيء لأحد ثاني إنه ممكن لا والله إنه أستحي فأقول له شيء ثاني، لا أنا إنسان صريح والشيء اللي أشوفه أسويه مرة مو عيب، ما في أي شغل، أنا قاعد أترزق الله ماني قاعد أسوي شيء غلط. لا أني رايح لشيء حرام ولا إني أسوي شيء حرام، أنا كل شيء أسويه حلال، هذا شغلي وبتعب اللي أنا أتعب فيه عادي يعني. طيب إيش تنصح الشباب السعودي اللي رافض أي عمل حر، يعني يبغى يكون على مكتب وتحت مكيف هو في شيئين. أيوة. إذا نبغى نيجي لذا الشيء في شيئين، أول شيء المبادئ اللي هنا ماشيه، بعضهم يقول لا، يعني انا جاتني دوبي قبل شويه سياره قالت لي انت ما لقيت الا ذا الشغل، قلت له ليش؟ قال لي في وظائف احسن من كذا، قلت له ليش اللي احسن من كذا؟ قال لي عندك حارس امن تاخذ 3000 ريال، تمام؟ قلت له طيب انا اطلع من هنا اكثر من 3000 ريال ليه اروح حارس امن؟ قال لي لا بس انه احسن، قلت له انا ما احس فيها احراج اصلا. اللي مو متقبل ذا الشيء راجع له، انا واثق بنفسي وعارف ان الشيء اللي اسويه صح، يعني حتى لو انت على قد سؤالك قلتي لي اهلي عارفين، انا اقول لهم انسان صريح، اقول لهم انا اسوي كذا وكذا ومتقبلين الفكره وعارفين اني انا انسان اشتغل في مكان. يعني انا لو دحين انا من اهل المدينه تمام، بس لو حطيتيني في ينبع مثلا، حطيتيني في جده، حطيتيني برا، اقدر اصرف نفسي وارجع من جديد. بالعكس يعني احنا نحترم الشباب اللي زيك، نتمنى انه تفكيرك هذا يعني يوصل لكل الشباب عشان يقوموا ويطلعوا للعمل ولتطوير المملكه، بالذات دحين